انت تعرف ان مسكتك للموبايل طول الليل قبل ما تنام بتأثر جدا على نزولك في الوزن او حفاظك عليه. في دراسة اتعملت شهر 4 سنة 2022 على ناس كواليتي والكوانتيتي بتاعت النوم بتاعتهم بايظه، يعني الكميه والكيفيه. يعني الناس ديت يا بتنام مده قليله، يا الناس ديت بتمسك الموبايلات كتير قبل ما تنام، ونوعيه النوم بتاعتها متاثره ومش كويسه خالص بسبب الشاشه الزرقاء، وان هي بتاخد داتا كتير جدا قبل ما تنام بتاثر على جوده نومها. في الدراسة ديت لقوا ان الناس اللي كان نومها اقل من 7 ل9 ساعات كل يوم، او نومها متقطع او مضطرب او في اي مشاكل، ده اثر بشكل مباشر جدا على اول حاجة الشهية بتاعتهم، وان هم بيحتاجوا طول اليوم اللي بعديه ان هم ياكلوا حاجات هاي ان فات اند كارب، يعني حاجات عالية في الدهون والنشويات، زي البرجرز، زي البشاميلات، زي الحاجات الدسمة، زي الحاجات اللي هي فيها ميكس كده نشويات على دهون كتير. وان الناس ديت الميتابوليك ريت بتاعهم، يعني معدل الحرق بتاعهم بيتاثر بشكل كبير جدا، لا بيعرفوا يخسوا ولا بيعرفوا حتى لو كانوا خاسين قبل كده ان هم يحافظوا على وزنهم. عشان كده بقولك لازم تحافظ على جودة النوم بتاعك، هدي الإضاءة، ريح نفسك، اركن الموبايلات ساعتين قبل النوم، ونام من 7 ل9 ساعات عشان تخس.